السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم طريقة عمل الخبز المصري في المنزل بواسطة الطاسة دون الحاجة للفرن. ستتمكن من عمل الخبز في المنزل بسهولة وبساطة. كل ما تحتاجونه دقيق، وسط كامل الحبة، ماء، خميرة، وزبادي. يمكن الاستغناء عن الزبادي، ولكنه يضيف طراوة للعجين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. في العجان نضيف حوالي نصف لتر ماء، ونزيد إليهم الخميرة والزبادي. نمزجهم جيداً. ثم نضيف حوالي 1.25 كيلو من الدقيق ورشة ملح، ونبدأ في العجن حتى تصل العجينة للقوام المطلوب. يمكن إضافة المزيد من الماء أو الدقيق حتى تتماسك العجينة جيداً وتصبح طرية. تختلف كمية الماء المستخدمة حسب نوع الدقيق. بالطبع يمكن عمل العجينة يدوياً، ولكن يجب التأكد من عجنها جيداً حتى تصل للقوام المطلوب. الآن أصبحت العجينة جاهزة. ننقلها في وعاء ونغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها. هذا هو شكل العجين بعد أن اختمرت. الآن نقوم بتقسيم جزء من العجينة إلى كور متوسطة. يتوقف حجم الكور على حجم رغيف الخبز الذي ترغبون فيه، ونضعهم على صينية مرشوشة بالدقيق، ونرش عليهم بعض الدقيق. نضع رشة دقيق على سطح الفرد، ورشة دقيق أخرى فوق العجينة، ثم نبدأ في الفرد. نبدأ بالفرد من أول كرة عجين صنعناها ونكمل بالترتيب. نقوم بفرد الخبز كما ترون، ونحرص أن يكون سمكه وسطا. بعد فرد كور العجينة ننفض عنها الدقيق الزائد ونتركها لترتاح 10 دقائق قبل البدء في الخبز. بعد أن ننتهي من فرد كل الكور نقوم بتسخين طاسة على النار، وبعد أن تصل للحرارة المطلوبة نضع الخبز. نترك الخبز 30 ثانية حتى يتشمع السطح الملاصق للطاسة، ثم نقلبه، وبعد 30 ثانية أخرى نقلبه مرة أخرى، ثم نتركه ينتفخ ونقلبه ليأخذ لوناً من كلا الجانبين. لكي ينتفخ الخبز في كل مرة يجب أن نترك رغيف الخبز 10 دقائق بعد فرده للسماح له بأن يختمر قبل وضعه على الطاسة. يجب الحرص أن يتشمع الجانبين، ونقلب في كل مرة قبل ظهور الفقاعات. بعد ذلك نتركه لينتفخ. في بعض الأحيان لا ينتفخ الخبز جيداً لوجود ثقب في أحد أطرافه. حينها نضغط بالمقصوصة على هذا الطرف لإغلاقه، وسينتفخ الرغيف بشكل طبيعي. هذا هو شكل الخبز النهائي، طري ولذيذ وسهل الفتح لعمل السندوتشات. أرجو أن تكون الوصفة أعجبتكم، في انتظار آرائكم في التعليقات. أراكم على خير بإذن الله.